السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد. الفلتر، رحت اشتري فلتر لابني. كنا بنجيبه ب20 جنيه و25 جنيه، واقول له بكام؟ يقول لي ب70، ومش الاصل كمان، والتاني معدي ال100 جنيه. طبعا انا قلت لابني على اختراع هيعمله. يلا بينا، يلا بينا. ورجعنا لكم. ادي الفلتر القديم. بص، الفلتر القديم ده هيوريك ابني هيعمل فيه ايه. اه احنا بقى هننقل وهنادي عليه. يلا يا محمد، اهو جاي اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. احنا دلوقتي في فيديو جديد. طبعا انتوا شفتوا بابا جدو بقى قال لكم ايه. هو شرع علينا الفلتر القديم. قال لك عشان اصلا الحاجة غالية، وكده كده الفلتر اصلا ما بيقعدش الا شهر، 15 يوم يعني بالكتير قوي يعني. قال لك كده كده احنا بنغيره عشان الزيت الوسخ والحاجة. طب احنا نعمل ايه؟ هو اخترع عليا اختراع. قال لك احنا هنعمل ايه؟ هنغسل الفلتر القديم. وطبعا احنا غيرنا، واحنا ما بنقولكوش كده الا لما احنا جربنا الاول. يعني احنا جربنا الاول وبعد كده نزلنا الفيديو وطلع مية مية. وهنغير بقى وهيوفر معانا كتير قوي. يعني انت توفر. شوف بقى، انت هتجيب لك فلتر اصلي ب100، ولا فلتر عادي زي مثلا زي دي كده. كان الاول بيتباع ب25 وب20 وب35 اخر حاجه، وبعد كده دلوقتي عدى. طب هتجيب منين؟ هيغير زيت اللي غالي، ولا هيغير الفلتر معاه؟ يعني تكاليف جامده. طيب لا، احنا عملنا ايه بقى؟ عفوا. جبنا بنزين وغسلناه. وما تغسله كويس، تنضفه كويس وتكفيه على وشه. بس ما تكفيهوش على حاجة ازاز ولا اي حاجة، عشان هيبقى الزيت مش هينزل، هيقفل معاك مع الجوان ده. لا، انت تعمل ايه بقى؟ هتحط له حاجة عالية كده، مثلا حاجة تحتيه، وتسيبه يصفي. اما يصفي خالص، بعد ما يصفي هتعمل فيه ايه بقى عشان تحفظه؟ هتجيب شوية زيت جداد وتحطوه فيه وتقلب وتسيبه. تيجي بقى اما نيجي ايه نركبه، هيبقى كأن زي الجديد بالظبط. وتعمل كده في الايه، في اللي انت هتطلعه. واما يقدموا قوي تجيب واحد. يعني انا ما بقولكش انت ما تجيبش، بس انا بكلمك ان انت ايه، توفر المسافة اللي انت هتحط فيه الفلتر. عشان كده يعني مثلا ايه اللي يقدم القديم خالص، مثلا تغيره بقى وتجيب واحد تاني، وده يسند ده وده يسند ده. احنا بنقول لكم بس كده عشان احنا دلوقتي العملية بقت صعبة جدا. القطع غيار بقت مولعة، كل حاجة بقت صعبة. طبعا احنا بنقول لكم كده. احنا المفروض كنا عملناه علني قدامكم، بس احنا قلنا نجرب الاول. ما احنا الحاجة لازم نجربها الأول عشان ما تبقاش ايه، يعني مش حلوة. لازم ان احنا نجرب الحاجة الأول للناس، وبعد كده ايه، نعرضها. احنا دلوقتي يعني احنا بنقدم لكم بس حاجة بسيطة، وقدام شوية بإذن الله هنوريكم برضو هتوفر ازاي في المقصات اللي الضفر بتاعها بيتقطم، والناس طبعا بتستغنى عنها.
طب انت كده ايه يعني، هتعرف تجيب مقص دلوقتي عدى بقى مبلغ دلوقتي، مبلغ جامد، وتركبه؟ ولا لما تغرم مثلا حتى 20 30 جنيه وتلحمه ويطلع زي الفابريكا؟ احنا هنقدم لكم فيديو ان شاء الله عن المقص برضو، الفيديو الجاي ان شاء الله من غير مقاطعة يعني. واهم حاجة ما تنساش تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. واهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك. اهم حاجة يعني ايه اللايكات. يعني خلي بالك يعني جده كان هيزعل منكم وبيقول لكم يا جدعان مفيش كهرباء، هو شايل فيشة الكهرباء عن الاشتراك واللايك يعني. مع فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد مع محمد دش، مع قناة فن الحرف والمنوعات، وهقدم لكم إن شاء الله كل جديد